السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. إن شاء الله هنعمل في الفيديو ده أحلى وصفة جلاش بالكريمة. هنعمل صينية جلاش بالكريمة جميلة جدا. هقول لكم على تكات بسيطة عشان تنجح معاكم وتطلع باللون الجميل ده، ويطلع الجلاش مقرمش والكريمة متماسكة مش سايلة في الجلاش. وهقول لكم على تكات التسوية كمان. إن شاء الله هنعمل مع بعض أحلى وصفة جلاش هتطلع معاكم ان شاء الله جميلة جدا. وصفة سهلة وسريعة، يعني كده ممكن تحضريها في نص ساعة، مش هتاخد منك اي وقت، وكمان مش مكلفة، يعني مش بتكلف عليكي كتير. يلا بينا نشوف الوصفة. بس لو عجبتك ما تنسيش اللايك وتعملي اشتراك عشان يوصلك كل جديد من وصفاتي. اول حاجة هنبدأ بتحضيرها هي شربات الجلاش. شربات الجلاش طبعا بيبقى تقيل جدا زي ما احنا عارفين. هناخد كوبايتين سكر وعليهم كوباية مية، وهنقلبهم كويس بس كده تقليبة كويسة على النار، واحنا مشغلين النار على نار متوسطة. وبعدين بعد ما السكر يدوب ويبدأ في الغليان هنضيف عصير نص ليمونة، وهنضيف نص معلقة فانيليا سايلة، عشان طبعا الفانيليا السايلة بتبقى ريحتها جامدة. لو هتحطي طبعا باكو من البودر ده حطي باكو. هنعمل بقى الكريمة. معانا كوبايتين لبن واربع معالق صغيرة مليانة نشا هرمية كده زي ما احنا شايفين، ومعلقتين سكر صغيرة برضك، لان طبعا الكريمة احنا مش عايزينها عليها سكر، بس حطيت المعلقتين دول كده، يعني ايه، حاجة بسيطة تبقى مسكرة، حاجة بسيطة خالص، لان يعني طبعا الشربات هيبقى فوق الجلاش، يعني مش محتاجين كمان ان الكريمة يكون عليها سكر خالص. لو حابة تستغني عن المعلقتين دول تمام. هنرفعها على النار بقى وهنضيف عليها معلقة صغيرة من الفانيليا، وهنقلب كويس، ما تسيبيهاش بقى وتمشي جنبها كده عشان هي بتجمد على طول. احنا عايزينها جامدة شوية، مش عايزينها سايلة. تمام كده، عايزينها بالقوام ده طبعا، ولسه لما تبرد هتتقل شوية. هنسيبها بقى تبرد على جنب، وهنجيب الصينية بتاعتنا اللي هنشتغل فيها، وهناخد مقاسها بقى كده من ورا. هنجيب لفة الجلاش كلها زي ما احنا شايفين، وهنحطها على ظهر الصينية، وهنقص كده الزايد من الجلاش. وبعدين هنقلب الصينية بقى وهندهنها سمنة بقى شوية محترمين كده، وهنحط أول طبقة. كل طبقة هنحطها هنضيف معلقة سمنة أو الفرشة كده هندهنها سمنة كويس. عايزة طبعا سمنة على زيت، سمنة على زبدة، زبدة على زيت، يعني أي حاجة موجودة عندك. أهم حاجة بس تكون كمية كويسة. معانا بقى القطعة اللي احنا قطعناها طبعا مش هنهدرها ومش هنرميها، هناخدها نحطها في وسط الصينية، هنحطها تحت طبقة الكريمة، هنحط كل المتقطع ده تحت. حطينا بس طبقتين كده سلام تحت في الصينية في الأول، وبعدين هنحط القطع اللي معانا زي ما احنا شايفين، وهنحط عليهم كمان طبقتين سلام قبل ما نحط الكريمة. طبعا بدل ما نهدرهم بقى ونرميهم هنستعملهم كمان في الصينية بتاعتنا، أو ممكن طبعا تشيليهم في كيس وتحطيهم في الفريزر زي ما احنا شايفين. هنحط بقى كمان طبقتين بقى كويسين كده سلام من الجلاش، وهندهنهم سمنة كويس. هنسيب بقى نص لفة الجلاش عشان نحطها فوق طبقة الكريمة. طبقة الكريمة طبعا بردت، يعني جمدت شوية كمان. ويا ريت لو تحط الصينية دي كلها في التلاجة نص ساعة، الكريمة تجمد كمان هتبقى أحسن معاكي في الشغل. طبعا أنا مستنتش عليها، أنا على طول اشتغلت، حطيت الكريمة وحطيت فوقها الطبقات الباقية من الجلاش، ودهنت طبعا بين كل طبقة وطبقة برضك سمنة كويس، عشان طبعا السمنة دي هي اللي هتخلي الجلاش مورق وهتخلي لونه جميل زي ما انتوا شايفين في اول الفيديو. احنا طبعا مولعين الفرن على درجة حرارة مش عالية، يعني على 4 كده، يعني متوسطة، درجة حرارة متوسطة من تحت بس. لو عندك مروحة شغليها، ما عندكيش تمام، هنحطها في نص الفرن من تحت. لما تاخد لون هنطلعها فوق، هنقطعها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه، بس السكينة مش هتوصل لتحت خالص، يعني انا هقطع بس هحدد كده زي ما انتوا شايفين، بس السكينة مش هوصلها لقاع الصينية عشان الكريمة ما تنزلش تحت في الصينية اثناء التسوية. هنقطع كده بقى مثلثات، او طبعا زي ما تحبي بقى، لو عايزة تقطعي
تقطيعة اصغر من كده مفيش اي مشكلة. طبعا لو حطيت الصينية في التلاجة زي ما قلتلك نص ساعة او ساعة، طبعا الكريمة هتجمد وهتبقى في الشغل معاكي اسهل بكتير من انها طبعا كده سايلة. هي مش سايلة قوي طبعا، انا عاملاها قوامها تقيل، ما بتبقاش خفيفة زي اللي بنعملها طبعا في الكاسات والكوبايات، دي بتبقى اتقل شوية. هنقطعها بقى بالشكل ده، وزي ما قلت لكم احنا مولعين الفرن على درجة حرارة متوسطة، والشربات بتاعنا بدأنا بيه عشان يبرد، عشان الشربات بتاع الجلاش يكون بارد. وعلى فكرة طبعا كمية الشربات اللي انا عملتها دي كبيرة على طبعا على صينية الجلاش دي، لو حابة تعملي نص الكمية دي او ربعها كمان ماشي الحال، لان طبعا صينية الجلاش مش بتحتاج شربات كتير. لو حابة تعملي ربع الكمية اللي انا عملتها دي تمام. لو عايزة تعمليهم وتحفظيهم عندك في برطمان وتغطيه، يعني بتعيش مدة كويسة. زي ما احنا شايفين خلاص كده خلصنا الصينية بتاعتنا، هناخدها بقى وندخلها على الفرن. معايا بقى شوية سمنة كده باقيين، هحطهم على وش الصينية بالشكل ده عشان تدي للجلاش لون جميل لما يطلع من الفرن. هوزع كده بس شوية السمنة دول على الوش زي ما انتوا شايفين كده. خلاص كده تمام، الصينية بتاعتنا جاهزة. هندخلها بقى على الفرن، في نص الفرن كده زي ما قلت لكم على درجة حرارة متوسطة. اول ما تاخد لون من تحت هنولع عليها الشواية من فوق ونحركها كده شمال ويمين عشان كلها تاخد لون موحد. زي ما انتوا شايفين بعد ربع ساعة بالظبط طلعت من الفرن، واول ما طلعت هسقيها بالشربات بتاع التقيل زي ما انتوا شايفين كده. طبعا زي ما انتي حابة بقى ممكن تزودي الشربات شوية لو بتحبيها سكرها زيادة، لو بتحبيها سكرها خفيف خلاص ما تزوديش الشربات قوي. زينتها كده بشوية لوز معايا عشان بس تدي شكل جمالي، هي مش عايزة اي حاجة، ما شاء الله شكلها جميل جدا وطعمها اجمل بكتير. ان شاء الله تجربي الوصفة وتقولي لي ايه رأيك في الكومنتات، وان شاء الله تعجبك الوصفة، ونتقابل في الفيديو الجاي على خير إن شاء الله، وبألف هنا.